السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معكم النهاردة وروتين جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجة تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى طلبوا مني نعمل كيكة، قلت لهم حاضر من عينيا. عملت لهم اتنين بدل واحد. انا قلت لهم ابدا انا اقف في المطبخ واعمل واحدة، استحالة. قومي يا بت ايه، قمت بقى داخلة كده ومشمرة ايديا. عملت لهم الاول كيكه زبادي. كيكه الزبادي بقى هنعملها زي لكم المكونات، بقى كده نحكي الحدوته بدل بتوه مني. معايا 5 بيضات و3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص سكر، كوبايه زيت وكوبايه زبادي، وخلك وفانيليتك وبودرك، كيس بودر. والبيض بتحط له الفانيليا والخل. ما هنش عليا بقى اضرب شويه وارجع شويه واتعبكم معايا، خدتكم معايا على الخلاط. انتوا عارفين المطبخ بتاعي ما فيهوش الا فيشه واحده اللي فيها الرنج لاين. فطولت السلك بتاع الرنج لاين كده وطلعته بره في الصاله، وحطيت الخلاط وقلت يلا يا بنتي توكلي على الله. حطيت بقى ال5 بيضات مع بعض كده ومعاهم الخل والفانيليا، ونزلت بهم ضرب 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 كده لحد ما افتحهم وبقى لونهم ايه، بياض حلو كده زي قلوبكم. ف اللي ما عندهاش العجان ده عادي تعمل في الخلاط، عندك المضرب اليدوي اعملي فيه عادي، احنا مش هنقول الدنيا لا. المهم بقى ايه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فضلت اضرب كده وبعد كده رحت نازله بالسكر شويه شويه، وبرضه ما وقفتش. وبعد كده نزلت بايه، بالزبادي الحلوه دي، كل حاجه بالكوبايه الجميله بتاعتنا دي. الكوبايه اللي هتعايري بيها هي اللي هتعايري بقى كل حاجه، هي اللي هتعايري بقى الدقيق، هي اللي هتعايري بقى السكر، هي اللي هتعايري بقى الزيت، هي اللي هتعايري بقى كل شغلك. هنا بقى حطيت كوبايه الزيت بتاعتي. انا طبعا عشان اشتغل بنفس الكوبايه كلها حطيت، بقيت اعاير وادلق في طبق، ادلق واعاير واحط في طبق عشان يبقى كلهم نفس الكوبايه. هنا بقى قعدت حطيت كل السوائل مع بعض اهيت. خلاص حطيت الزيت، حطيت السكر، وحطيت البيض، حطيت الزبادي. لقيت الدنيا كده عماله تطرطش وعمال يرمي في وشي زي ما الزمن عمال يرمي في وشنا. اه. فوطيته شويه عما جبت الدقيق، رحت جبت الدقيق اهوت وحطيت عليه البيكنج باودر وعمال احط. هو اخر عمال ينطر في وشين، قلت له ابدا والله ما انا جايبه الغطا بتاعك، انت كده توسخت الحته حواليك. المهم بقى ايه، حطيت كده الدقيق معلقه معلقه كده وهو عمال يعني. ما عندكيش العجان قلنا، وضربت كل السوائل في الخلاط، بتروحي جايبه الطبق واللي فيه الدقيق وتروحي نازله بالسوائل واحده واحده وتقلبي، هي يمه واحده، يمين يبقى كله يمين، شمال يبقى كله شمال، مكان اللي هتلفي تلفي هي مره واحده، لا تروحي ولا تيجي. يعني ما تلفيش ايدك يمين مره ورا بعض كده وتروحي راجعه شمال، لا انت كده هتضيعي الهواء اللي انت دخلتيه في الكيك. المهم كده قال لما صلى على النبي، قعدت تضرب اهيت وخلصت كل حاجه في العجان. عندك بقى الصينيه الحلوه الجميله دي مقاسها 30، مسطرة العيال كده، شفت حتى الخيابه العجان ما جابش الاخر، عجان عيان. المهم رحت راجعه اهوت بقلب، عملتهم في دخلتهم في بعض. هي قوامها كده يا جماعة، هي بتبقى يعني سميكة شوية عن قوام الكيكات التانية. هما هنا بيحبوها، يعني انتوا تسألوني اقولكوا يعني يعني بيني وبينها ذوق تفاهم كده شوية. بس حلوة برضه، يا ما تقولش لأ، بس يعني بيني وبينها ذوق تفاهم سيكة كده. زي الناس اللي بتحب الجاتو فانيليا والناس بتحب جاتو شوكولاتة، سوء تفاهم برضه. ما علينا. المهم بقى هنا هو دهنت القالب بتاع زبدة ودقيق وحطيتها وزقتها في الفرن. اجي بقى لحبيبة قلبي للعيش، ان اللي عملتها كل يوم مش هقول لها انت بتتعملي ليه كل يوم. جميلة يا جماعة وخفيفة خفيت، يعني زي ما انا خفيفة كده على قلبكم. المهم آه هنا بقى لكم الكيكة الحلوة الجميلة دي بقى تعملها للعيال فطار. تحبي تدلعي بقى الحاج صاحب البيت مش هيقولك لأ. المهم تعالوا بقى ما اقولكوا الاول، ب3 بيضات بس، 3 بيضات ومعاكي 3/4 كوباية سكر، وتلات 3/4 لبن، وتلاتة 3/4 زيت،
وكوباية ونص دقيق، معلقتين الكاكاو والبيكنج باودر وفانيليتك وخل. برضو خدتكوا هنا على الخلاط، حطيت البيضة اهوت، وحطيت الخل وحطيت الفانيليا. اضرب 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 يا معلم، كله 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 مع بعض. اضرب لحد ما تبيض زي قلبكوا العسل كده. بقول لكم ما تنسوش تعملوا بلايك. وحطيت السكر، بس انا باين ما خدتش بالي وانا بتكلم. ونزلت باللبن. احنا باي كيكه عشان تبقوا شطار وحلوين كده، وانا عارفه ان انتوا اشطر مني، بنحط السوائل الاول. نزلت بالزيت اهو، 3/4 زيت اهو. كل حاجه السوائل الاول تاخد كده مع بعضها. برضو دي في الخلاط، اضرب يا معلم في الخلاط والله، وبالمضرب اليدوي كمان هتنفع. حطيت السوائل كمان كلها هيت، والخلاط برضه عمال يدينا في وشنا زي الزمن. المهم حطيتها ونزلت بالدقيق، معلقه معلقه. طب ما انا عندي الغطا، انا مش عارفه اللي ما خلانيش احط الغطا بدل اللخبطه اللي انا فيها دي. يلا كده كده اصلا كنت عايزه اشيل المصليه اللي تحت دي اصلا فوق الغساله، كنت عايزه اغسلها. ما علينا. نزلت اهوت بكوبايه ونص دقيق. هنا بقول لكم علبه كيكه الزبادي كانت عايزه تحمر سيكه وهي مش نيه. هو انا عندي الفرن بتاعي من فوق ومن تحت، ف يا دوبك خدتها تاخد وشها، وخفت على صراحه على اليمه اللي في الجنب دي تتحرق، بس كانت جميله والله. المهم انا مش عارفه هي الكيكه التانية راحت مننا فين. اللهم صل على النبي. يا كيك، ايتها الكيكه مش تكملي. ايه الفيديو الغلط دي يا حاجه يا كيك؟ اللهم صل على النبي. يا حاجه ما ينفعش كده، هتبقى الكيك دي كنت تصوري في الاخر يا حاج. اخسى عليك يا سمكه، توهت الناس. اعذرونا يا جماعه، انا جديده 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 فين بقى؟ هجيبها لكم دلوقتي. قلبها ابيض يا جماعه والله، وطعمها جميل وتاكله اكل كده. بس برضه سوء التفاهم بينه وبينها مش هتنازل عنه ابدا. مش هتنازل عن سوء التفاهم. انا بقول لكم شوفوا الزبادي وريحتها جميله، بس برضه مش هشيل سوء التفاهم اللي بينه وبينه. اخلصي يا حاجه وهات الكيكات تاني. يا مسهل يا رب، مش تجيب الكلام ده في الاخر. ما علينا. اهو. خلاص يا جماعة ما تزعلوش مني على هذا الفاصل، فاصل اعلان. المهم هنا بقى بقول لكم معلقتين الكاكاو، هنحط عليهم معلقة اللبن عشان ايه يبقوا الكاكاو عشان ما تتوهوش مني. احنا ضربنا ايه الثلاث بيضات، 3/4 سكر 3/4 لبن و3/4 زيت مع بعض الاول 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 الاول، وبعد كده كوباية ونص دقيق، ورحنا رايحين فين على الرخامة زي ما انتوا شايفين اهو. حطيت المعلقتين الكاكاو وخدت حبة من العجين اللي عملناها عشان تبقى كيكة ايه ابيضة على اسمر. بيضة ناخد حتة بيضة كده وحتة كاكاو، معلقة اللبن اهيت عشان تفك تبقى ايه سايلة شوية. شوفي هي جابسة ازاي، هتلاقيها فكت شوية تبقى زيها زي اللي في العجان كده. وعندي صينية مقاسها 26، دهنتها برضو حتة سمنة. انا برضو حطيت المعلقة لقيتها لسه حسيت انها تقيلة شوية، حطيت كمان معلقة. انت يعني بنظرك كده بتخليها نفسها زيها زي اللي في العجان كده او في الطبق اللي عندك. المهم بقى ما توهكوش تاني، مش هاخدكم في فصل اعلان. الصينية مقاسها 26، دهنتها سمنة على دقيق كده. وحطي بقى كده واحدة كده وواحدة كده. ايه عايزة تعملي هتحطوهم على بعض وتعملوهم بالسكينة تدخلوهم في بعض. هتعملي زي ما انا عملت كده. والله ده اذواق في الاول وفي الاخر. هنا بقول لها انت هتزهقيني، انا هعمل واحدة في واحدة. اه
هحط كده وفي الاخر هروح عاملاه. عايزه تحطها في كيس من بتوع التلاجة هنا وهنا وتعملي تدلقي حبه في حبه كده، مش مشكله. انا هنا عملت طبق او طبق. صراحه كنت الفرن بقى في المطبخ وبقت حرانه، قلت يا بنتي يلا كده في الاول وفي الاخر هينسجموا مع بعض في النار. اهو دي بقى يا جماعه اعملوها وعلى ضمانتي. والاولانيه برضو على ضمانتي، بس ده على ضمانتي اكتر. مش ان التانية بايظه او دي بايظه، لا انا بقى انا بحب الكيكه دي خفيفه خفيت السنين. والله العظيم تلاته خفيفه 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 في الطعم، وخفيفه خفيفه كده، خفيفه حلوه قوي. المهم هنا خلصت كل المقدار اللي معايا واروح حطها وادخلها الفرن. التانية بقى كانت طلعت والفرن كان سخن، يعني طبعا دخلتها قبلها وطلعتها، لان التانية دي بتقعد بتاع ساعة، ساعة وعشر دقايق، ساعة خمس، يعني هي مدتها اطول من دي بتاع نص ساعة، ساعة الا ربع وتلاقيها طلعت، مع انها خفيفة شوية عن التانية. اه دخلها الفرن بقى وتشوفوه. تاني انت تاني، انت تاني يا اختي روحي دوقي في حتة تانية. يلا ما علينا، احنا كان نصها اتاخد منا اصلا عما التانية دي طلع كان نصها اتاكل بره. هنا بقى بقول لكم اهي بفكها شويه من الحته اللي في النص دي لا تكون لازقه، واروح قلبها. دي بقى ما بتاتش، التانية نصها اتاكل عما دي طلع، دي ما بتاتش. جميله جميله جميله، جربوا دي بقى وعلى ضمانتي. تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله. والله جري صدق والله ريقي جري عليه. اهو ما اجيب لي حته بقى دلوقتي واكل. جميله يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله. دي اعملها بقى لجوزك وهو رايح الشغل، لولادك ما رايحين المدرسه. يلا يا جماعه ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ودي كان الفيديو بتاعنا، واشوفكم بخير في الفيديو الجاي. مع السلامه.